يكون في معلوم حضراتكم الخبير الأجنبي اللي جبناه الشهر اللي فات فهمنا إن الفيروس أصاب كل ديسكات الكمبيوتر اللي موجودة في المحل. طيب والعمل؟ المعلومات كده هتسيح على بعضيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا شايف يا جماعة إن إحنا نبعد نجيب خبير أجنبي تاني عشان يعالج الكمبيوتر من الفيروس اللي فيه. وأهم حاجة ننصح أجهزة الكمبيوتر بالراحة التامة لغاية ما يجي الخبير الأجنبي ومعاه عصير البرتقال. لا كلام برضو، هنعالج فيروس الكمبيوتر مع عصير البرتقال ازاي؟ ضروري الخبير اللي هيجيب معاه انواع حديثة من فيتامين سي. أنا شايف بقى ما دام الخبير جاي وكده ياخد عملة صعبة، ابقى خليه وحياة والدك يجيب لنا معاه كام جهاز كمبيوتر، أصلنا ما عندناش أجهزة الكمبيوتر خالص في المحطة بتاعنا. هنا في محطة كراكيب الفضائية، ومن خلال إعلانات التزاوج عبر التلفزيون، استطاع المواطن الغلبان حسن أبو علي أن يتزوج من ملكة جمال أحلامه. عزيزي المشاهد، تعال معنا لنتابع هذا الإنجاز الذي حققناه. التزاوج عبر التلفزيون. ومعنا دلوقتي صاحب المشروع والمدير المسؤول. واللي مش مسؤول وشرفك. عايزين سيادتك تقول لنا أخبار العريس اللي اتجوزتوه بالتقسيط إيه؟ الحمد لله، ادينا له عروسة بالتقسيط وشقة بالتقسيط وفرشنا له الشقة بالتقسيط، وزمان قاعد دلوقتي في بيته بيتغدى بالتقسيط. ما شاء الله. وحياة راس علي بابا الراجل ده ما كانش يحلم تعملوا معاه كده. يا بندق بيه، احنا هنا مع كل مواطن غلبان كحيان عدمان نمد ايدنا له بالحنان. احنا مش لسه مجوزينه من اسبوع؟ على ما اظن كده. عدى عليه كمان يومين هتلاقيه بيحتفل باسبوع ابنه الاولاني. يسلم. ودي بقى عملتوه ازاي؟ بعد جبت له عيل من مدغشقر دمه زي العسل وهو كله بالتقسيط على ودنه. أعزائي المشاهدين، إلى حين وصول الكاميرا إلى منزل المواطن العريس تلتقون مع هذه الفقرات المتنوعة. تقسيط بمناسبة قرب العيد قللنا القسط شوية، الفايدة أكيد هتزيد والخصم على النقدية. بمناسبة قرب العيد قللنا القسط شوية، الفايدة أكيد هتزيد والخصم على النقدية. اقعد وامضي لي شيكات، ولو اتأخرت عليا عندك 6 كلبشات تختار منهم يا عليا. اقعد وامضي لي شيكات، ولو اتأخرت عليا عندك 6 كلبشات تختار منهم يا عليا. بمناسبة قرب العيد قللنا القسط شوية، الفايدة أكيد هتزيد والخصم على النقدية. قسط تقسيط. حلقة النهاردة من المستثمر الصغير مخصصة لكل ربة بيت. ازاي تحوشي من مصروف البيت من غير ما جوزك يحس؟
اشتري اللحمة من الجمعية وقول انها من الجزار. اشتكي تملي من الغلا علشان تزني في ودنه دايما. زودي 10% على الأسعار، ما تخافيش، دي نسبة مسموح بيها عالميا. لو حد جه يصلح التلفزيون مثلا، زودي 30% على الفاتورة، بشرط جوزك ما يكونش مهندس. ولو جوزك مهندس زودي في فاتورة الخياطة والدكتور. لو اتعاملتي مع حد في مهنة جوزك خفضي الأسعار بنسبة 10%، كده هيطمن وعمره ما هيشك وعن المحفظة هيفك. كل أسبوع تديله جنيه ولا 2، قوليله إنك لقيتيهم في جيبه، كده هيبقى كل الطعم وهيسيب فلوسه في جيبه من غير ما يعدها. قصي ومنتجي وبالهنا والشفا. اشوفكم الحلقة الجاية. سيداتي سادتي، أخيرا وصلنا لبيت العريس. ممكن تقول لنا عفش البيت راح فين يا أستاذ؟ ما قدرتش ادفع قسطين ورا بعض. الشركة جت وخدت العفش كله والحمد لله سايبين لي البلاط. وإيش ياخد الريح من البلاط يا حمام افندي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت جيت امتى يا مسؤول الجواز انت؟ ده احنا لسه سايبينك في الشركة بتاعك من 5 دقايق. مش هو، دي النسخة بتاعته. اصله استنسخ لي واحد من نفسه عشان يقدر يراقبني وهو في مكانه. خايف اهرب خايف اهرب قبل ما ادفع اللي عليا. الله ربي، والنسخة دي موجودة في السالة بس واللي ممكن تخش معاك في ايد التاني؟ الحمد لله انا معايا مفاتيح الشقة كلها، بقفل على نفس الحمام وأوضة النوم كمان. أنا معايا نسخة من المفاتيح. ها اسكت بقى يا مصيبة، خلينا نتكلم مع الراجل. قول لي، هي فين مراتك؟ ما جاتش تسلم علينا يعني؟ العروسة دلوقتي في شركة تأمين. ما شاء الله، من حبك فيها أم أنت اللي حياته؟ لا، الشركة هي اللي قالت لي لازم تأمن على العروسة ما دمت واخدها بالتقسيط.